تخيل إن في مكان على الإنترنت مفيش قانون بيتحكم فيه، مكان الجرايم بتتسجل وتتباع فيه كأنها تجارة مربحة. هو ده الدارك ويب أو الإنترنت المظلم، واللي شفناه في حلقة بعنوان تفاحة من مسلسل ساعته وتاريخه، واللي كان مجرد لمحة صغيرة عن الرعب اللي بيحصل هناك. في الحلقة دي بيتم استدراج الضحية بطرق بشعة، وكل ده بيتباع في الخفاء على الإنترنت المظلم. إيه هو الدارك ويب؟ وإزاي ممكن حياة حد تتحول لجحيم بسببه؟ خلينا نبدأ القصة ونعرف أكتر. القصة دي بتشبه بشكل كبير قصة حصلت من قريب جدا، ومحدش عارف هل صناع المسلسل يقصدوا نفس القصة دي ولا دي قصة غيرها. وقصة طفل شبرا الخيمة دي قلبت الدنيا، لأن كان في ناس كتير ساعتها أول مرة يسمعوا عن الدارك ويب، بس واضح إن دي مش أول جريمة ولا آخر جريمة. الطفل ده كان اسمه أحمد محمد سعد، مقيم في عزبة عثمان في شبرا الخيمة، وكان في واحد جارهم اسمه أحمد مقرب جدا من الطفل ده، وكان دايما بيحب يقعد معاه هو والأطفال اللي في سنه في المنطقة. الشاب ده بشهادة كل الناس كانت أخلاقه عالية جدا، ودايما بيتكلم في الدين، وبيقعد ينصح الطفل اللي اسمه أحمد هو وأصحابه عن الصلاة والصوم وإن هما إزاي يكونوا بارين بأهلهم. الشخص اللي اسمه أحمد ده كان مبين قدام أهل المنطقة إنه مريض بالسرطان، وإنه يتيم وملوش أي حد في الدنيا، عشان بالطريقة دي يكسب تعاطف الناس اللي حواليه ويثقوا فيه ويقولوا عليه غلبان. ومش بس كده، ده كمان بالطريقة دي بيستفاد منهم ماديا كتير جدا. المهم إن أحمد جه المنطقة دي قبل 4 شهور من الحادثة، وبطريقته خلى كل الناس تحبه وتثق فيه جدا. واحد يتيم واخلاقه عاليه جدا ومهذب وكمان مريض، وكان اكتر واحد بيثق فيه هو الطفل احمد. الطفل احمد كان متعود يقعد معاه تقريبا كل يوم، كان كل يوم متعود يعدي عليه في القهوه اللي شغال فيها. وبعدين احمد القهوجي جاب فتره كده وظهر مره واحده، لكن حاله متغير ومتبدل تماما. كان باين عليه ان معاه فلوس كتير وتقريبا ماشي بيوزعها على الناس، وكان بيقول للناس ان هو كان ليه اخ ومات وهو ورثه، وان اللي هو بيعمله معاهم ده مش كتير عليهم ابدا، وانه بيحاول يعوضهم زي ما وقفوا جنبه، وفضل عايش معاهم وهو معاه فلوس بنفس التواضع بتاعه بالظبط. فجأة الطفل أحمد بيختفي وكل المنطقة بتتقلب، وعشان أهله عارفين إن هو لا يمكن يتأخر بره ولا يختفي بالطريقة دي، أول ما غاب ساعتين عن البيت قرروا يخرجوا يدوروا عليه في كل حتة، وكان من ضمنهم أحمد القهوجي. عدى كذا يوم على اختفاء الطفل أحمد، وحاولوا يرجعوا الكاميرات لآخر مرة شوفوا فيها الطفل ده كان مع مين ولا راح فين بالظبط. وفجأة جيران أحمد بيقولوا للشرطة اللي كانت موجودة هناك إن هم شامين ريحة غريبة طالعة من شقة أحمد، وهم مش بيقولوا كده عشان شاكين فيه ولا حاجة، هم بس كانوا مستغربين من الريحة دي إزاي طالعة من الشقة كده. فالشرطة بتدخل الشقة في الوقت اللي أحمد مش موجود فيه، وبيتصدموا من إن هم شافوه، إن الريحة دي كان ليها سبب وسبب قوي جدا كمان. أول ما بيدخلوا الشقة بيلاقوا أوضة فيها سرير وعليه جثة، والجثة دي ما بيكونش باين لها أي ملامح، وبتكون بطنها مشقوقة من النص وكل حاجة فيها جوه مش موجودة. وبيلاقوا كيس اسود شكله غريب محطوط جنب السرير، عشان الشرطه تروح فورا تقبض على احمد القهوجي من غير ما يعرف ولا يضرب اي حاجه. واول ما بيقبضوا عليه بيقول لهم ان هو بيتاجر في الاعضاء، وان هو عمل كده عشان ياخد اعضاء الطفل اللي موجود. وطبعا كان لسه محدش يعرف مين هو الطفل ده، لان ملامحه ما كانتش واضحه تماما. بعد تقرير الطب الشرعي بيكتشفوا ان الطفل اللي اسمه احمد اللي كان مختفي بقاله فتره هو نفس الجثه اللي لقوها عند احمد القهوجي. وطبعا الشرطه ما اقتنعتش ان هو كان بيسرق اعضاء الطفل ده، لان اعضاءه هو كان مستخرجها وحاططها في كيس اسود جنب السرير، يعني ما كانش هدفه سرقه الاعضاء ولا حاجه. وبعد الضغط الشديد جدا على احمد بيعترف. احمد بيقول ان هو من فتره جاله واحد عنده 15 سنه بيطلب منه فيديوهات معينه، بيطلب منه ان هو يقتل الحيوانات بطريقه معينه ودقيقه. واحمد من غير ما يفكر كان بيعمل كده بهدف الفلوس، وبهدف ان هو ياخد فلوس كتير من الفيديوهات دي. وقال كمان ان هو اتنقل في المنطقه دي من فتره عشان ينفذ مهمه معينه هو واخد امر ان هو يعملها، وبعد ما قتل عدد كبير من الحيوانات بطريقه بشعه الموضوع بيبقى سهل بالنسبه له. فالشخص اللي كان بيكلم احمد ده طلب منه ان هو يعمل كده بس في طفل، وفعلا احمد بيستدرج الطفل وبياخده لحد البيت وبيستغل ثقته فيه. وبعد ما بياخدوا البيت بيخنقه، وبعد ما بيخنقه بيذبحوا من رقبته وبيقسموا من النص، وبيطلع كل اعضائه والاحشاء اللي موجوده في بطنه. وكل ده بيحصل وبيتصور بالتفصيل. وبعد ما بيصور الفيديو بيبعته للشخص اللي بيكلمه من الكويت وبيبعت له الفلوس. وساعتها كان تمن ان هو يعمل كده في الطفل احمد 5 مليون جنيه. وبيقول كمان ان هو اول ما سمع الرقم ده ضعف قدامه وفكر ان هو يعمل كده مقابل الفلوس.
وبتقدر الشرطة تقبض على الشخص اللي كان بيكلم أحمد من الكويت اللي بيكون عنده 15 سنة، وبتقبض كمان على أبوه لحد ما يعرفوا آخر سلسلة التحريض دي إيه بالظبط، ويعرفوا مين اللي خلاهم يعملوا كده. والحقيقة إن القضية دي لسه ما اتحكمش فيها على المتهمين. القضية دي كانت مرعبة لكل اللي سمعها، عشان دي أول حاجة تحصل في الوطن العربي ونسمع عنها، واللي اتكلم عنها برضو مسلسل ساعته وتاريخه. مستنية رأيكم في كومنتات، واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة.